بدايتي كانت كلها احباط، واحد كتفه بايظ وركبته بايظه، لا عارف العب ابر ولا عارف العب لور ولا حتى عارف العب كارديو. ابدا منين ولا منين واصلح ايه ولا ايه؟ بس الحمد لله في اليوم ال 33 انا بالمنظر ده، ويمكن دي علامه ليك انك تبدا دلوقتي، ما تسوفش اكتر من كده. الدنيا معاك عمرها ما هتبقى بيرفكت 100% عشان تنزل تتمرن. عندك وقت وفلوس، ما عندكش صحه. عندك فلوس وصحه، مفيش وقت. طب عندك صحه ووقت، مفيش فلوس. فانت لو مستني تبدا لما تبقى الدنيا معاك بيرفكت قوي، يبقى مش هتبدا. بس كل المشاكل اللي فاتت دي ليها حلول، انت بس اللي بتتلخبط وبتتحجج كده فرخ. ما عندكش وقت، قلل عدد الايام بتاعت التمرين على قد ما تقدر، عادي يومين او 3 كويسين. مفيش منص، مفيش توتو، دخل بروتين نباتي مع بروتين حيواني رخيص، قريش، بيض، كبده، هتهندل الموضوع وهتمشي. ما دام انا قدرت انزل اتمرن الحمد لله، يبقى اكيد انت تقدر تنزل. هو انا احسن منك في حاجه؟ ازيد ايد، ازيد رجل؟ لا. بما اني في الهايبر ماركت، فتعالى اقول لك بالمره ايه الاكل اللي اوعى تجيبه في الدايت بتاعك. كل انواع البطاطس دي، مش معنى ان انت لسه هتقليها يبقى هي مش مستويه، لا، هي اصلا مقليه نص قليه. نفس الحوار لكل الكلام ده. انت فاكر ان دول بروتين؟ دول بروتيز. كل انواع الجبن اللي لونها بامبي، اللي بتتروج ان هي دايت ولايت، سعراتها اصلا عاليه وفيها دهون مهدرجه بشكل مش قليل، فبرضه ابعد عنها. عايز جبن، معاك جبنه موتزاريلا او جبنه قريش. اهم حاجه دلوقتي اوعى تنسى تعمل فول عشان تكمل معايا بقيه الرحله للاخر.